هي ديّة الأكلة الوحيدة اللي لمّا بادخل المطبخ ما باتعبش فيها خالص، وبتخلص في 5 دقايق، لكن اللي يشوفها يقول عليها صعبة جدًا. تعالي بسرعة نعمل مع بعض أحلى وأطعم وصفة خطيرة. أول حاجة هاحضّر بقى كمية حلوة كده من البصل، قد كيلو من البصل، قشّرته وغسلته كويس جدًا، وبدأت بقى اللي أنا أضربه في الكبة بالشكل دوّة كده. أنا مش باضربه ناعم، لأ أنا عايزاه حلقات كده تبقى معايا رقيقة خالص. بعد ما ضربت البصل كويس جدًا بالشكل دوّة، هاحطه في صينية، والصينية دي اللي أنا هاشتغل فيها. نزلت بقى بنُص معلقة من الفلفل الأسود، وزيّها كزبرة، وزيّها كمان كمون، وزيّها بقى ال7 بهارات، ومعلقة كده صغيرة من البابريكا. ال7 بهارات أنا اللي باعملها في البيت، بتخلّي طعم الأكل خطير. هاقلّب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدًا، وهادعك البصل كويس أوي على قد ما تقدري. نزّلي كل السوايل اللي موجودة في البصل، لإن دوّة المطلوب. صليتِ بقى على الرسول يا ست الكل؟ طب صلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطّي اللايك بتاعِك، ولو أول مرّة تشوفيني ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتنوّريني في الكومنتات بالصلاة على الرسول. بُصّي بقى، أنا بعد ما خلّصت كمية البصل كلّها ودعكته كويس جدًا ونزّلت كل السوايل، جِبت بقى إيه، كمية كده حلوة من اللحمة تقريبًا وزن كيلو. بدأت بقى اللي أنا أقطّعها. التقطيعة أنا عايزاها كده متوسطة، مش عايزاها ولا صغيّرة أوي ولا كبيرة أوي، تمام كده؟ تمام. طبعًا قطعية اللحمة ترجع لِك أنتِ على حسب المتوفر عندِك. أنا بصراحة كان عندي الكيس ده في الفريزر، يعني ممكن نقول إيه، حتّة من الموزة على حتّة عادية خالص، فجمّعت كلّه مع بعضه، وبدأت بقى اللي أنا أقطّعها بالشكل دوّة كده. طبعًا لو فيها دهون أو فيها أي حاجة نقدر اللي إحنا نتخلّص منها، بس أنا سايبة قطعة لحمة اللي هي ناحية الشمال دي، فيها قطعة دهون كده بسيطة علشان خاطر هتدّي بس طعم وtaste حلو أوي، لإن أنا مش باحط دهون كتير في قلب اللحمة دي. هانزل بقى باللحمة على البصل وادّيها تقليبة كلّه مع بعضه بالشكل دوّة كده. أنتِ هتعملي إيه ما قُلتيش لحد دلوقتي؟ هاعمل كباب حلة على أصوله. فاكرين الكباب الحلة بتاع أمهاتنا بتاع زمان؟ أيوه، هو دوّة اللي أنا هاعمله. قلّبت بقى البصل كويس جدًا مع اللحمة بالشكل دوّة. خلّي اللحمة تشرب كده من طعم البصل والتتبيلة اللي إحنا حطيناها مع البصل. تقدري تضيفي طماطم، تقدري تضيفي فلفل حراق أو فلفل رومي، بس أنا بافضّل اللي هي تبقى كده بس، مع الإضافة طبعًا لحبّايتين بطاطس قشّرتهم وغسلتهم وضربتهم بقى في الكبة، وعايزاهم ناعم أوي زي ما أنتِ شايفة. نقدر نحطّهم مكعبات، بس أنا عايزاها كده. هاقلّب بقى كلّه مع بعضه بالطريقة ديّة. هافردهم بقى في قلب الصينية فردة حلوة كده، واغطيها وارفعها على نار هادية جدًا. عارفة أكنِّك بتساوي رز؟ أيوه، أكني باسوي رز بالضبط. هتسيبيها كده لحد ما تنزّل المَيّة بتاعتها كلّها، وترجع تشربها، وبعد كده نزوّد لها بقى شقشاق مَيّة، شقشاق مَيّة، يعني ربع كوباية، ربع كوباية، لحد ما اللحمة تلاقيها استوت معاكِ. طبعًا إحنا حاطين كل حاجة ما عدا الملح، هنحط الملح بقى في المرحلة دي، وهنزوّد كده معلقة من السمنة البلدي، بس كده. أنا مش عايزة أي حاجة تانية، أنا عايزة بس إيه، الصوص اللي بيطلع من اللحمة ده طعمه خطير يا جماعة. ده بيتخانقوا عليه والله حرفيًا، حكاية لازم تجربيها. طب ينفع يا هبة نعملها في حلة؟ أيوه طبعًا ينفع عادي جدًا ما فيش مشاكل، ممكن تعمليها في حلة. ينفع ندخّلها الفرن؟ أيوه ينفع تدخّليها الفرن، بس أنا بافضّل تبقى قدّامي كده على العين من فوق، بتبقى أسهل لي وأحسن يعني، وما بتاخدش وقت خالص. بُصّي كده بسم الله ما شاء الله، أنا حطيت معلقة صغيرة من السمنة البلدي. مش عايزاها يبقى فيها دهون كتير. طبعًا الصوص اللي نازل دوّة لمّا حطيت الملح بقى بيخلّي تتغمّس بالعيش كده بيبقى خطير. طبعًا تقدري تعملي جنبيها رز أبيض أو رز بشعرية. كباب حلة على أصوله، طعمه حلو جدًا. مش لحمة ببصل، لأ ده كباب حلة يا جماعة، جرّبيه بنفس الطريقة.